السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وأتم صحة وأحسن حال، اللهم آمين. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي، مورق وطري وخفيف، وهنعمله بطريقة فرد بسيطة جدا. لو انت أول مرة تعملي الفطير أو بتستصعبي عمايله، بعد الفيديو ده هتكوني أستاذة فيه وهتعمليه كل يوم. تابعي معايا كده الفيديو للنهاية علشان هنقول فيه كل الأسرار اللي تنجح معاكي الفطير ويطلع معاكي ناجح من أول مرة. نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفطير بتاعنا هنعمله ازاي. أول حاجة هنبدأ بيها وهي العجينة بتاعتنا. معايا هنا كيلو من الدقيق، نخلينه كويس. اول حاجه نهتم بيها وهي نوعيه الدقيق. انا عايزه دقيق متعدد، اللي هو متعدد استخدامات، اللي بيكون فيه عرق. تمام كده. حطيت عليه معلقه صغيره من الملح ممسوحه ومعلقتين كبار من السكر، مفيش اكتر من كده. هنقلبهم مع بعض ونبدأ بقى نعجن بالمية، مية عادي من الحنفية، مية فترة خالص. كيلو الدقيق بياخد 3 كوبايات من المية، مج الشاي اللي هو 200 ملي. هنبدأ الأول ننزل بكوبايتين، والكوباية التالتة هننزل بيها واحدة واحدة. أول سر من أسرار نجاح الفطير معاكي وهو العجينة. عجينة الفطير لازم تتعجن كويس جدا جدا جدا. أهم حاجة يا بنات، أول حاجة تبدأي بيها وهي العجينة. عجنت العجينة كويس، خدمتيها كويس، بإذن الله هيطلع معاكي الفطير ممتاز. بعجن قد ايه؟ لو على ايدك بتعجني حوالي 10 دقايق ربع ساعة. عجن كويس جدا لحد لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. العجينة بتاعتي بتبقى طرية جدا وناعمة، شايفين كده؟ خلاص تمام. ببدأ ان انا احط معلقة من الزيت وابدأ الم بيها العجينة لحد لما تتلم معايا وتبقى ناعمة كده. خلاص تمام. نبدأ ان انا اغطيها وبسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. يبقى تاني حاجة لازم ان انا بريح العجينة الاول نص ساعة. امشي معايا واحدة واحدة كده بالخطوات. اول حاجة العجن، تاني حاجة ان احنا نريحها نص ساعة. شايفين العجينة بتاعتي عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، فيها عرق والعجينة طرية زي الملبن. بنجيب صينية وبدهنها كده دهنة من الزيت، وهنبدأ ان انا اكور عليها العجينة بتاعتي. هنبدأ نعمل كور على حجم البيضة كده. طيب هنكور بقى كام كورة؟ ده بيرجع على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزة تعمليها. لو هتعملي فطيرة صغيرة هتبقى 10 كور، لو هتعملي فطيرة وسط يبقى من 15 ل 16 كورة. الفطيرة الكبيرة هتاخد معاكي 25 كورة أو 30 كورة. كبيرة بحجم الصينية اللي أنا بكور فيها دلوقتي دي، يعني ما شاء الله كبيرة. تمام كده يا بنات. هنبدأ بقى نكور الكور بتاعتي كلها، وفي الآخر بعمل كورة كبيرة، ودي اللي هتبقى الأرضية، بتبقى أكبر، أكبر شوية من الكور اللي أنا مكوراها. انا كيلو دقيق عملته على فطرتين حلوين. تمام، خدوا معايا كل فطيرة 16 كورة. هنبدأ بعد كده ان انا اغطيهم وهسيبهم يرتاحوا. هنا بقى هنحضر المادة الدهنية. معايا كوباية من الزبدة، انا مستخدمة زبدة فلاحي، وحط عليها معلقتين من السمنة، وحط عليهم معلقتين من الزيت. تمام كده. بدأت ان انا اسيحهم وهنبدأ بقى نستخدمهم. ازاي بقى طريقة الفرد؟ بصوا بقى، مفيش اسهل من كده. بتاخدي كورة كورة ونبدأ نحطها في الزبدة بتاعتي، وهنبدأ على الرخامة. الرخامة طبعا نضيفة جدا. هنبدأ بصوا بمنتهى السهولة، تتفرد معايا بسهولة جدا ما شاء الله. طبعا ده بيرجع لإيه؟ للعجن. اول حاجة احنا خادمين العجينة كويس وعجنينها كويس. تاني حاجة ان احنا ريحناها. بعد ما بتكوري بتسيبيها برضو ترتاح نص ساعة او اكتر. كل ما بتكتري بيبقى كويس قوي معاكي. ده بيخلي العجينة بصوا ما تقطعش معاكي وبتتفرد بكل سهولة. طبعا مفيش اسهل من كده. يبقى بناخد كورة كورة وبنحطها في المادة الدهنية بتاعتي، ونبدأ ان انا افردها بسهولة خالص. تمام كده. ونبدأ نحطها على صينية دهناها بالزيت، وابدأ احط الكور فوق بعضها.
هنا دي اخر واحدة اللي هي الكرة الكبيرة دي اللي هتبقى الارضية بتاعتي. هنبدأ بصوا نفردها كويس ما شاء الله. شايفين العجينة ولا بتقطع معايا ولا اي حاجة؟ ده دليل على ان هي مخدومة كويس، وكمان مريحين العجينة بتاعتنا بعد ما كورناها. دي كده الارضية. بنبدأ ان انا احطها في الارضية بتاعت الصينية، وابدأ احط عليها الطبقات اللي احنا فردناها بس، وهنلمها كده من تحت لفوق، او زي ما انتم شايفين كده بس. وهتبدأي بقى ان احنا نقلبها. هبدأ ان انا اقلبها على وشها وهسيبها ترتاح. في الوقت ده بروح اسخن الفرن بتاعي. بسخنه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. عايزاه يكون سخن جدا. الفطير لازم يدخل على فرن سخن جدا، ودي اهم حاجة من نجاح الفطير بتاعك. تمام كده. لو دخلتيه على فرن هادي هيبدأ ان هو ينشف معايا. يبقى لازم الفرن يكون سخن جدا. بندخلها على الشبكة او على الصاجة اللي قريبة من النار. لازم تكون سخنة. تمام. هنا معايا قشطة اللي هي وش اللبن. ببدأ ان انا اوزعها كده على وش الفطيرة، بتدي لون وطعم جميل جدا. بس الحركة دي ما بعملهاش الا وانا مدخلة الفطيرة الفرن. لو ما عندكيش ممكن دهنة بس بالزبدة او السمنة، وتبدأي تدخليها على طول. بياخد معايا 10 دقايق، ما تكتريش عن كده. اول ما بياخد لون من تحت بنشغل عليه الشواية ياخد لون من فوق، وخلاص على كده. او بعد كده بتطلعيه من الصينية وتبدأي تغطيه علشان يفضل طري وجميل معاكي اطول وقت. كده الفيديو بتاعنا يكون خلاص. اتمنى ان هو يكون عجبكم يا بنات. ولو في اي سؤال يا ريت تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.